معلش، بس هو بالنسبة للكام في برامج معينة، لأن أنا آخر يعني اللي أنا أعرفه إن هي عبارة الجي كود، أنا عارفة يعني شوية فيه، بس إن هو يعني في سي ان سي بس، ده اللي أنا يعني لا عارفاه، في هو إن هو في بيدخل ايوه تمام تمام. على حسب فقال لي برامج معينة. ايوه في برامج، وفي في ماشينز معينه بتيجي بالبرامج بتاعتها. يعني مثلا في على حسب كل مكنه واصدار كل مكنه بيجي برنامج. يعني انا مثلا اشتغلت شويه في الشيت ميتال سوق، كل مكنه كان لها برنامج كام معين. يعني مثلا في حاجه زي الكورال برو يقول لك المكنه دي الماني، المكنه دي صيني، المكنه دي كذا. بس الاليه اللي بتشتغل بيها كل الكام سوفت وير واحده. يعني انت لو اتعلمت مم. واحد هيبقى سهل عليك تتعلم الباقي. زي مثلا لو اتعلمت كاد وانت بتتعلم سوليد هترتاح ليه؟ لان انت فاهم اساسيات البارت موديلنج. اساسيات الموديلنج في الكاد واحده، في كل البرامج تكاد تكون واحده، بس هي اختلاف شويه ايقونات وحاجات بسيطه. نفس الكلام في الكام، انت لما بتتعلم برنامج او اتنين بيبقى سهل عليك جدا التعامل مع اي كام تاني. زي اللي كتب كتاب سهل عليك تبقى 10. طب هي ايه هي زي مهاره. ايه البرامج ديت؟ زي في ايه انا البرامج في ديت؟ مثلا الكورال درو لو في اللي هي في حاجات في اعمال الشيت ميتال ده المشهور. وفي مثلا الباور ميل ده المشهور جدا جدا في مصر الباور ميل. وفي حاجات تانية بس انا مش تخصصي كام قوي فاهم. انا عارف اللي بيحصل فاهم. انا فاينل اليمنت سولفر. القصه بتاعت السوليد ميكانكس والنورمال مود اناليسيس والفريكونسي والترانزينت والاوبتمايزيشن ده تخصصي الدقيق. تخصصي كات والفيرشوال سيميوليشن يعني. ده التخصص الدقيق يعني اللي شغال فيه حاليا. شكرا جدا يا حضرتك. شكرا. مم. حد عنده اي اسئله تانية نكمل؟ اسال اي سؤال، ما فيش سؤال غبي وسؤال ذكي. اسال اي سؤال، اي سؤال يجي عند بالك اساله. ما تقعدش مثلا خايف من السؤال، لا عادي بس. هو بس حضرتك قلت مادة فايبريشن في الكلية، نسجل يعني نركز على ايه بالظبط فيها؟ ماده الفايبريشن في الكليه علشان تبدا تدرسها صح ادعي ربنا ان يرزقك بدكتور كويس. تمام، دي حاجه، عشان دي حاجه انا كنت بعاني منها قوي. لان انا كنت بدرسها كود اندبندنت وبره مصر، وكنت عامل يعني الحمد لله مالك الحمد شغل كويس قوي قوي. ده مسالتين وطريقه حل اكتر من فهم واكتر من انك تعمل تربط الحاجات دي ببعض. يعني ايه نورمال مود اناليسيس؟ يعني ايه فايده الفري فايبريشن؟ يعني ليه اوميجا ان؟ ليه بتدرس الفري فايبريشن؟ ايه الفرق ان انت تجيب مود شيب وكل مود شيب قدامه ناتشورال فريكونسي معينه؟ يعني معناها ايه القرايات دي؟ يعني ايه ماس بارتيسيبيشن فاكتور؟ يعني ايه موديل انفكتيف ماس؟ يعني في مصطلحات وحاجات كتيره انت بتاخدها بتربطها بالسوفت وير. هو مش ما هي يعني حضرتك تنصحني مثلا نركز عليه بالذات؟ الفكره ان انا ان شاء الله الاجازه ديت انا ان شاء الله ناوي ان انا اسخر جزء من مجهودي ان انا ابدا اشرح السوفت وير الانسز سيميليشن بمجموعه من الكورسات. يعني مترتبه بشكل معين تاخدوا الطلبه بشكل معين، ما تتعبش زي ما انا ما تعبت يعني. لان انا بنشحت المعلومه فاهم. فانا ناوي اعمل كورسز في الانسز. بس انا ايه بباهد للموضوع بحيث ان مثلا واحد زي كده تايه ومش عارف يعمل ايه. فانا اقول له انا خده من ايدك، خد واحد اثنين ثلاثه ورا بعض تراك زي ما تقول تراك معين في في الميكانيكال انجينير. تمام. طب فيعني هو تابع دوت الصفحات. ممكن تمام. ينزل على ايه؟ ايه؟ ممكن ينزل على ايه؟ على حضرتك هتنزله على ايه؟ على الصفحه. تابعوا اليوتيوب عليه الانسز ستاتيك اناليسيس. وكنت عامل كورس انسز ستاتيك اللي طب عايزه برضه ممكن يكلمني. معلش بس، طب ممكن حضرتك تبعت اللينك؟ اللينك هسيبه لكم في اخر سلايد في المحاضره حاضر، وهبعت لكم كل حاجه على الجروب. تمام جدا، شكرا. يا باشمهندس بعد إذنك. اتفضل. يا شباب صلوا على النبي. انا لما جيت شرحت الفايبريشن وقلت لك لازم تربطها بسوفت وير وتبدا تحل زي الانسز. انت اصلا مش معاك البيزكس بتاع الانسز. انت عشان تبدا تخش الانسز لازم تعرف ماتيريال موديلنج ولازم تعرف كاد موديلنج. تبدا تعرف تستخدم، لازم تبدا بالاستاتيك اناليسيس. احنا مش قلنا قبل الفايبريشن في حاجه اسمها الاستاتيك اناليسيس. انت بقى مظبوط. لازم تعرف تعمل الاستاتيك اناليسيس تمام عشان تعرف تربطها بالدايناميك، علشان بعد كده تعرف تربطها بالاكسبليسيت، عشان بعد كده تعرف تربطها بالاوبتمايزيشن. عشان كده بقول لك هو تراك. ما ينفعش تقول انا عايز اتعلم ميكانيكال فايبريشن على الانسز مثلا، او النورمال مود اناليسيس على الانسز، او الترانزيانت اناليسيس على الانسز. لا، انت لازم تبدا لان هو تراك. لازم تاخد الاستاتيك اناليسيس على الانسز او تاخد الانسز بيزكس الاول، ان انت تعرف تعمل كاد وتعمل عليه ستاتيك اناليسيس بشكل صحيح. يعني ايه فاينايت ايلمنت موديل؟ يعني ايه اليمنت؟ يعني ايه نود؟ يعني ايه مش؟ يعني ايه باوندري كونديشن؟ يعني ايه تخلص الستيب الاولى الاستاتيك، بعد كده تبدا تخش. انا عايز اخش في الدايناميك لان الحته دي بقول لك هو تراك كامل. انا لحد دلوقتي بذاكر اكسبليسيت، يعني بذاكر دايناميك اناليسيس وبذاكر اكسبليسيت. الاوبتمايزيشن على خفيف بس سكراتش فيه على خفيف فاهم. فهو تراك يعني الموضوع يا ريت يكون واضح. فانت مش هتعرف تعمل الدايناميك اناليسيس غير لما تعرف تعمل الستاتيك اناليسيس صح. فاهم حضرتك. بس
هي أي أسئلة أخرى؟ طيب نبدأ بقى بالفكرة اللي بعدين، معنا فكرة تانية وبعد كده ناخد بريك وإن شاء الله نرجع إن شاء الله. طيب